النهارده انا جاي اكلمكم عن قوه او ذكاء الشعب المصري بشكل او باخر. انا محمد طنطاوي معاكم في قناتي. اللي احنا بنتكلم عليه النهارده فكره المصريين اذكياء. انا عارف القناعه دي ممكن تتاخد بمنطق مش ألذ حاجه، بس هو فعلا يا جماعه فعلا والله انا مقتنع ان المصريين في المطلق فعلا اذكياء. القناعات بتاعتي بحاول اوجد لها تحليل بشكل او باخر، وتحليلي للموضوع بشكل عام ان هو فكره طبيعه الحياه في مصر. هيتقال علينا فهلويين او الفهلوه او الكلام ده، هو ده نوع من انواع الاي كيو او نوع من انواع تشغيل الدماغ، او يعني حتى لما بنقعد نتكلم اللي هو ما بتشغلش دماغ عليا وبتاع والكلام ده. الدماغ يا جماعه او الذكاء او الاي كيو دي من الحاجات اللي بتتدرب، يعني زيها زي لما بتروح الجيم فبيبقى جسمك كويس، هو دماغك نفس الكلام. لو انت معود دماغك تشتغل، لو انت بتذاكر حسابات كتير هتبقى محاسب شاطر، لو انت بتذاكر هندسه كتير هتبقى مهندس شاطر، وهكذا. فاحنا طبيعه الحياه معانا ان احنا كل الناس بتبقى مشغله دماغها. ليه؟ انا لو طالع في الحياه طبيعي مرفه، عارف لو انا عايز اتجوز هلاقي شقه بسهوله، او ان انا مثلا الدوله هتوفر لي شقه او كذا، او ان انا هعرف اشتغل بسهوله عشان كتره الطلب وندره الطالبين، او ان انا طالع فكره ان انا اعرف اجمع فلوس بسهوله. لا، هو دي حاجات في المطلق مش موجوده بسهوله. فعشان تحصل احنا من دي 1 كمصريين طول الوقت بنفايت، طول الوقت بنحاول نشغل دماغنا، طول الوقت لما بنخش اي حاجه احنا بنخشها بمنطق حياه او موت. هوصل في السكه دي، انا شايف السكه دي هيجي منها، فانا بخش احارب عشان اوصل في السكه دي، يا اما البديل بتاعها هشتغل. يعني هبص الاقي عندي ملايين من الناس في نفس موقفي في نفس ظروفي، لو انا ما رحتش هنا هروح مع نفس الناس دي. يا اما في حاجه بسيطه جدا اروح ابقى مثلا واقف في محل ولا مش عارف ايه، ولا كاشير ولا كول سنتر ولا وات ايفر، طبعا مع احترامنا للناس كلها، بس هي الفكره ان هو طول الوقت احنا كمصريين شغالين دماغنا. مجبر من دي 1 ما بتوصل مصر بتوصل الدنيا، بتبقى مضطر ان انت تدوس على الخامس في قدراتك العقليه على قد ما تقدر. من واحنا في المدرسه التنمر بالشلل مش عارف ايه بالكلام ده، طول الوقت محتاج تشغل دماغك عشان تعرف تسرفايف. يعني في مقوله اللي هو بتقول لك مصر مش للبيجنرز، فدي حاجه من الحاجات اللي مخليه الناس دماغها طول الوقت متدربه. انا مقتنع بده جدا، وده اللي بياكده ان الواحد، انا مثلا عندنا امثله كتير قوي لما حد مننا بيطلع يشتغل بره في اي حاجه، او احنا لما بنيجي نسلم شغل لبره مصر، احنا كنا زمان بنفتكر ان الناس اللي في امريكا وكندا واوروبا والكلام ده ناس بتطير وناس عندها جناحات وعارفين يعملوا اللي ما اتعملش. لما احتكينا بيهم دايركتلي، لا احنا جامدين جدا جامدين جدا بامكانيات اقل بكتير جدا 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 من بره. فاحنا هنا ريليتد، طبعا انا بتكلم ريليتد اكتر للمجال اللي انا شغاله از فيجوال افكتس وكده. ففكره ان احنا مثلا بيجي هنا الارتست بيبقى بامكانيات جهاز اقل من جهاز بتاع بره بكتير قوي، امكانيات سيرفرز ونتوركينج ومش عارف ايه باقل بكتير جدا، نوليدج كلها سيلف ستادي، بغير ان هو مثلا دخل كليه متخصصه في مفيش الكلام ده، كلها سيلف ستادي، بيبقوا بنموت نفسنا وبتاع. واللي طلع من الناس مثلا اصدقائنا اشتغل مع الناس بره تفوق عليهم بشكل كبير جدا، او بقى من احسن الناس اللي موجودين هناك. في ناس كتير قوي من اللي هم واخدين نفس الفرص من دول اكتر يعني اقتصاديا مرتاحه او الكلام ده، بيبقى مش نفس الاتيتيود والهارد وركينج بتاع المصريين. احنا لما ابتدينا نشتغل مع ناس بره مصر ونبتدي نديهم شغل وبتاع، احنا كنا الاول متخيلين ان هم هيستلموا مننا الشغل يبهدلونا، عشان اكيد اللي احنا بنعمله ده بعيد عن اللي هم بيعملوه. كانوا مبهورين من سرعه التسليم، كواليتي وسرعه الاتريشنز وسرعه التعديلات، على الرغم ان في فرق شاسع ما بين الامكانيات اللي هنا والامكانيات اللي هناك. فاحنا زي ما بيقولوا في مثل بيقول لك بنغزل برجل حمار يعني، وبنقدر نوصل مثلا مؤخرا واصلين للكواليتي دي. وده مش في اللي انا بتكلم عليه بس، احنا في كل المجالات هنلاقي المصري اللي بيتحط في مقارنه صريحه مع حاجه يعني مع بالذات الاجانب او الكلام ده، الموضوع بيبقى مختلف. ناس معروفه وناس مش معروفه. يعني طبعا الامثله الاساسيه هتقول لك زويل ولا محمد صلاح ولا في ناس هتقول ان ده فلته. لا، هو مش فكره
فكره فلتة. احنا اصدقائي مثلا اللي شغالين مهندسين في غزل ونسيج مش عارف مصنع ايطالي فاتح هنا، مبهورين باداء الناس اللي في مصر لما اتحطوا في سيستم واتحطوا في حاجه بتقول لهم ان انت لو ما مشيتش على السيستم هيبقى عندك مشكله، لان انت الفلوس اللي انت هتاخدها من المصنع ده مش هتاخدها من مصنع تاني. التزموا بالسيستم والتزموا بالكلام ده، وبقوا عاملين ابهار للناس اللي طالعين اللي هم اصحاب الشغلانه مثلا في الاول او الكلام ده كله. في ناس اشتغلت معايا سلموا اجانب في هوليود فيلم مثلا كان اسمه لالاباي، كان في ناس من اللي سلمت معايا شطات اساسيه كان بقالهم في الشغلانه 6 شهور. دي حاجه ما بتحصلش في اي حته في العالم، يعني ناس بقى لها في الشغلانه 6 شهور ان هم يسلموا لفيلم هاي اند والكلام ده كله حاجه ما بتحصلش في العالم. ودي مش واحد فلتة ولا اتنين، لا ده الماجوريتي من القناعات، يعني ان هو الماجوريتي في مصر اي كيو عالي، محتاجين يتوظفوا، اللي بيتوظفوا في مكان مظبوط. مش هقول المصري بس، ناس عامه ظروف الاقتصاديه مش افضل حاجه، النجاح عندها مش رفاهيه، التطور عندها مش رفاهيه، ده سرفايفنج تو بي اور نوت تو بي. بقيه الدول الثانيه اللي مستريحه اقتصاديا بيطلع منها فلتات، بس ده بيبقى رفاهيه، ان هو اوريدي هو طالع عايز هو الباشون بتاعه انه يبقى ناجح ويبقى كذا وبتاع. وفي الماجوريتي لا، هو ما فيش مشكله، هو لو ما سعاش الى هذا وطلع يشتغل يتوظف مع الدوله عادي هيبقى تمام ومستريح وعنده بيت وعنده عربيه وعنده الكلام ده كله. في مصر اللي ما بياخدش هذا الاتجاه بيروح حته تانية خالص. احنا هنا النجاح عندنا مش رفاهيه، هو سرفايفنج. يعني اللي انا بنصح بيه او بناشد بيه اي حد شايف سكه كويسه يقدر يوظف فيها ناس، انت حتى لو جالك ناس قليلي الخبره او معدومي الخبره، ناس كويسين بكواليتي كويسه، حطيتهم على طريق هم عارفين ان الطريق ده اخره ماديا كويس ومعنويا كويس، هيموتوا نفسهم. ودي تجربتنا مثلا في ترند كترند في اف اكس. انا معظم الناس اللي شغاله معايا اصلا بداوا معايا جونيور، ما رحتش دورت على مين السينيورز اللي في السوق او الميد ليفل عشان ابتدي، لا انا جبت ناس جونيور من الاول، اللي هو جايبه من الاول موريه الطريق، ما عندوش اوبشن غير انه يمشي في السيستم بشكل كويس، طلعوا نتائج عظيمه جدا بسرعه فائقه. ده في المجالات كلها، انا هنا بتكلم طبعا ثرو الفيجوال افكتس، بس ده في المجالات كلها. استغلال العقول المصريه، مجرد ان انت تحط الناس في سيستم كويس، بنفيتس واضحه، حتى لو قدام بعد سنه بعد سنتين بعد 3 هتشوف ناس بتاكل النجيله. واخر حاجه استثمروا في الناس، فعلا مش هتخسروا. انا محمد طنطاوي، دي كانت قناعه من قناعاتي، المصريين اذكياء.